السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عايزين نعمل لكم خبز أفغاني أو إيراني، لأن هما البلدين عندهم ثقافة واحدة. عندنا هنا الخميرة، زيت، حليب، مية، معلقتين خميرة، وبنحطهم شوية الأول في شوية مية عشان ندوبهم تدويبة كويسة ونستنى عليهم شوية. بنحط عليهم نص كوباية مية تقريبا، أكتر شوية زي ما حضراتكم شايفين كده، وبالمعلقة بنظبطهم أو بندوبهم، يعني بندوب الخميرة ونسيبها شوية على جنب حتى إن احنا نجهز بقية أغراضنا. هنا عندنا الملح، شايفين طبعا حطينا شوية دقيق، تقريبا كيلو دقيق. حطينا معلقتين صغار خميرة، زي ما حضراتكم شايفين كده بنحط تقريبا الأول شوية دقيق وبننتظر شوية، وبعدين بنفضي عليهم، بنعمل ليهم الأول مكان كده في النص، وبعدين نحط المية ونبدأ نعجن العجين خطوة بخطوة. هنا محتاجين كمان شوية دقيق. احنا طبعا عملنا الكمية تقريبا كيلو. بنعمل الأول زي منطقة كده نحط فيها المية بحيث ان احنا نعجن وتكون الأول جاهزة. زي ما حضراتكم شايفين كده حطينا معلقتين صغار ملح أو معلقة كبيرة، لأنه معلقتين صغار الكيلو دقيق بياخد أو بيحتاج معلقة كبيرة ملح. اهو. وبعدين زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو هنحط المية بكمية، يعني شوية شوية، وبعدين بنزود. هو تقريبا كيلو دقيق لكوبايتين مي. هنحط معاهم الزيت، احنا سايبين الخميرة طبعا على جنب، وهنحط شوية لبن حليب. احنا بدأنا الأول بالخميرة، وبعدين احنا هنعجن شوية وبعدين ننزل عليهم الخميرة شوية شوية. وبدأت عملية العجين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سم الله. خلاص احنا كده جهزنا معانا شوية عكنسنا شوية كده، وبعدين هننزل الخميرة عشان الخميرة تكون على كل كمية الدقيق وتتوزع. جاري عملية العجن بنجاح. الدقيق لسه محتاج شوية مية. المية على فكرة دافية يا جماعة، المية دافية يعني تكون مظبوطة في درجة حرارتها، لا هي سخنة ولا هي باردة. طبعا شايفين العجينة عجناها واشتغلنا عليها. العجينة ما شاء الله عليها اهو. عجننا العجينة كلها بقت قطعة واحدة. شايفين بقت العجينة عاملة ازاي كده؟ خلاص بقت كلها مظبوطة في 100%. بعدين ما بتلزقش في الايد. يعني ايه العجينة مظبوطة في الايد؟ لو انا مسكت حتة عجينة دلوقتي ووريتها لكم ما بتلزقش في الايد، يعني بحيث ان هي ما تكونش طرية جدا ولا تكون ناشفة. وبعدين بنغطيها طبعا بالبلاستيك، وبعدين نغطيها بغطا بحيث ان هي تدفى شوية عشان الخميرة عشان تخمر. اهو شايفين. وبنسيبها معانا حوالي تقريبا ساعتين، وبعد كده بنرجع زي ما انتوا شايفين كده. بعد ساعتين احنا غطيناها بغطا وغطيناها بالفوليا اللي احنا غطيناها. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. العجينة خمرت وبقت جاهزة للتسوية. احنا عجلنا عجينتين، دي عجينة سمراء يعني العيش البلدي المصري، والعيش الأبيض الفينو. هنا بنقطعهم بقى قطع وبنكورهم ونسيبها شوية تهدى عشان تكون سهلة في الفرد. خدوا بالكم احنا بنعجن العجينة او بنقطع العجينة
وبنسيبها شوية تفك بحيث ان هي تكون مظبوط جاهزة للفرد، او مش صعبة في الفرد. شايفين؟ هنغطيهم مرة تانية. دي قطعنا العيش الابيض، وادي العيش الاسمر. ده العيش البلدي اللي الواحد ممكن يكون يعمله في البيت بنفسه من غير ما يحتاج اي حاجة. زي ما حضراتكم شفتوا في اول الفيديو، شوية زيت ومية وخميرة وملح، مفيش اكتر من كده. وبعدين بتفرد، وقبل ما تفرد العجين، دي نصيحة لازم تاخدوا بالكم منها، ان انت قبل ما تفرد العجين لازم تكون مسخن الفرن على درجة حرارة قوية، بحيث ان هو الفرن يكون ساخن. هنا طبعا حطينا سمسم اهو، حطيناه في الفرن، ما شاء الله شكله عامل ازاي اهوت. وبنستنى عليه لما يستوي. بس نصيحة يا شباب، اهم حاجة الفرن يا شباب يكون ساخن قبل ما تفرد العجين بنص ساعة. حرارة الفرن مهمة جدا. وطبعا واحنا بنعمل العجين طبعا قلنا ايه، لازم بعد ما نخلص العجين ونظبط كل حاجة، الاطفال عنا في البيت طلبوا بيتزا، فقلنا لازم العجين دوت. على فكرة ممكن تعمل منه بيتزا، وممكن تعمل منه خبز مفرود، خبز بلدي. بتزيد شوية حاجات بسيطة، ولكن ممكن تعمل منه بيكون طعمه جميل. هنا الخبز بعد ما تسوى، اللهم صل على النبي، الخبز الأسمر بصراحة صحي وجميل جدا. الخبز الأبيض ما شاء الله روعة. بعد ما استوى شايفين منظره عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وطبعا هنشوفوا في نهاية الفيديو كمان البيتزا وهي في الفرن. الله 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 على البيتزا وجمالها. احلى بيتزا دي والله يا شباب، ما شاء الله ما شاء الله، هم فعلا تستاهل بكو. اتمنى الطريقة دي تجربوها عندكم في البيت. شايفين منظر البيتزا؟ الله اكبر الله اكبر، هذا في منتهى الجمال.